كان في مقولة كده كنت قريتها إن النقاش يفضح العقول، والغضب يكشف الأخلاق. طيب كلنا عارفين اليومين اللي فاتوا دول كان في تفاوض بين محمد صلاح إن هو يروح اتحاد جدة السعودي، ولكن كنا مستنيين نشوف إيه الموضوع. اتعرض عليه 162 مليون دولار. طبعا ما تعرفوش المفاوضات وصلت لحد فين، فاضطروا إن هم يرفعوا المبلغ تقريبا ل 200 مليون دولار. محمد صلاح احنا ما كناش عارفين عنه أي حاجة لأن الصمت كان ملتزم الموضوع جدا، لحد ما اتفاجئنا بفيديو ليه طالع بيضحك، وفانلة ليفربول كانت وراه. قلت كده خلاص الموضوع كده ماشي مية مية وزي الفل، ومحمد خلاص كده في السعودية. اتفاجئت اتفاجئت بحاجة غريبة جدا، إن محمد صلاح مسك الموبايل بتاعه في الفيديو. محمد صلاح بيقلب، دخل على الاتحاد السعودي، قلب طلع فيديو، بعدين رجع تاني ضحك. قلت بس كده خلاص اطمنا الراجل مضى. واتفاجئت إن هو بيعمل بلوك للصفحة الرسمية بتاعة الاتحاد السعودي. ايه ده؟ ليه كنت سكت احسن؟ يعني كده انت رفضت، بس مش بكده يا اخي. دي مش اخلاق ان انت ترفض. محمد صلاح افتكر نفسك لما كنت بتلعب في بيبسي كده، لو جالك يعني بيبسي ده الناشئين يا جماعة، كان لسه في المدرسة. افتكر كده لو كان العرض ده جالك مثلا ب 150 ألف جنيه كنت هتجري على السعودية. افتكر ليه الغرور واخدك قوي كده، وليه تعمل للناس المحترمة؟ الناس ما عملتش حاجة يا أخي، الناس بتتفاوض معاك. تفاوض معاها بكل أدب وبكل أخلاق. ما يديلكش الحق إن أنت تعمل لهم بلوك. لازم يبقى في رقي في المعاملة. الناس قدروك كويس جدا جدا، ودفعوا فيك مبلغ خيالي. طبعا هم ما ادوش المبلغ ده لأي حد، لا كريستيانو خده ولا نيمار خده ولا أي حد، ولكن هم قدروك واتعاملوا معاك بكل رقي وأدب واحترام وأخلاق. ليه يطلع منك كده؟ أنا ما شفتش حد أهانك، ما شفتش حد غلط فيك. هم الناس ما تفكرش إن هم شاروك بالفلوس، لأ هم بيقدّروا سعرك، هم عارفين إن أنت لاعب كويس جدًا، فالناس حطّوا مبلغ محترم جدًا، 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 أي لاعب في الدنيا يتمناه. إيه بقى اللي أنت عملته ده؟ ليه تخش يعني أنا مش شايفها يا جماعة، مش من الاحترام، يعني مش من الأخلاق، مش من الأدب، زي ما أنت عايز تسمّي سمّي. وما حدش يزعل منّي إن أنا باهاجم محمد صلاح، لإن لازم يتهاجم في حاجة غلط زي كده. التزم الصمت يا أخي. كنت في ناس بيتفاوضوا لك، سيبهم يتفاوضوا. ممكن ترفض بكل شياكة وأدب واحترام. ال- السعودية كلها بتشجعك وبتحبك الناس، وكل العرب لما احنا بنقول انت فخر العرب، على فكرة السعودية دي من العرب. يعني الناس كلها برضو انت فخر ليهم، والناس كلها بتحبك، والناس كلها كانت فرحانة ان اتذكر اسم محمد صلاح ان هو هيلعب في السعودية. ليه انت تعمل كده وتخش على الاتحاد جدة وتدوس بلوك يعني؟ انا صراحة شايفه ان هو موقف ما كانش صح من لاعب خلوق ومحترم ومؤدب زيك. لاعب كبير الناس كلها بتحبه، العالم كله اجمع ان هو بيحبك. بس اللي انت عملته ده يا محمد غلط، غلط جدا جدا. وما يحصلش مع اخواتنا السعوديين. لا، الناس دي واقفة جنبينا في كل حاجة، في كل حاجة واقفة جنبينا. اللي انت عملته غلط. لازم يبقى في رقي واحترام وأدب وأخلاق في المعاملة وفي الكلام. تفاوض بحب وبأدب، زي ما الناس قدروا سعرك وعرفوا قيمتك. انت كمان اعتذر بكل شياكة وبكل أدب. ولكن ما يحدث من محمد صلاح في الفيديو اللي هو نزله حاجة غير طليق بلاعب كبير زيه في الوطن العربي وفي العالم كله.